السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ وحشني جدا جدا جدا، يا رب كلكم تكونوا بخير. بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش في الكورة، وبقالنا كتير قوي ما اتكلمناش في الأحداث اللي بتحصل دلوقتي في نادي الزمالك. وبصراحة دي أسباب خاصة بيا أنا. الفترة اللي فاتت كان مرض وتعب والدتي، ربنا ربي يحفظها ويشفيها وتقوم بالسلامة يا رب، ودعواتكم ليها، وربنا ربي يحفظ الجميع ويشفي الجميع إن شاء الله. طيب عايزين نتكلم بقى شوية في الزمالك كده وفي الكورة قبل ما الموسم يبدأ. احنا بنصور الحلقة دلوقتي بالظبط يوم 1/8، يعني فاضل تقريبا 5 أيام او 6 ايام على بدايه الموسم الجديد، وفاضل تقريبا 4 ايام على غلق باب القيد الموسم الجديد ده. طيب انا مبدئيا كنت صورت حلقه يوم 30/6، نزلت يوم 30/6. الحلقه ديت انا صورتها وكان لسه الزمالك ما عملش ولا صفقه، 0 صفقات. وفي الحلقه ديت انا قلت بالاسم كده الزمالك هيجيب 10 لعيبه جداد، الزمالك هيخلص في 10 صفقات بالاسماء. الزمالك جاب من اللعيبه ديت لحد دلوقتي 6، وفي 4 ما جوش للاسف، وفي 2 كمان الزمالك جابهم انا ما قلتهمش. طب مين الست لعيبه اللي انا قلتهم والزمالك خلص فيهم خلاص رسمي؟ عمرو ناصر واحمد شريف من فاركو، احمد رميع من البنك الاهلي، مهدي سليمان، تشيكو بنزا، ادم كيت. الزمالك جاب كمان محمد اسماعيل من زد، وجاب عبد الحميد معالي اللعيب المغربي. دول الاثنين لعيبه بس، محمد اسماعيل ومعالي دول اللي انا ما قلتش عليهم. طيب في 4 لعيبه كمان انا كنت حاسبهم من ال10، انا قلت في 6 كده جم، في 4 كمان ما جوش، وهم زلاكا واسامه جلال ومحمود صابر من بيراميدز وحامد حمدان من بتروجيت. طيب ال4 لعيبه دول على فكره كانوا قريبين جدا ان هم ينضموا للزمالك، وكانوا بصراحه هيفرقوا جدا مع نادي الزمالك. الزمالك محتاج ال4 لعيبه ديت جدا. ومستغرب شويه العند بتاع بيراميدز، ومستغرب قوي بقى العند بتاع بتروجيت. يعني انا مستغرب شويه العند بتاع بيراميدز في لعيبه هو مش محتاجها، ومش عايز ان هو يبقى فيه تعامل حلو كده مع نادي الزمالك. يعني انا متهيألي اسامه جلال ما لعبش ماتشين 3 الموسم اللي فات مع بيراميدز، وبيراميدز معتمد على احمد سامي ومعتمد على مرعي ومعتمد على علي جبر، واسامه جلال المدافع الرابع. نفس الكلام محمود صابر اللي كل شويه يطلع اعاره لزد ويطلع اعاره لفاركو باين او سيراميك، وما بيلعبش خالص. يمكن زلاكا الى حد ما هو اللي كان ليه بصمه وليه وجود شويه مع بيراميدز، وخصوصا ان هو بقى محتاج جون ومحتاج لعيب نص ملعب هجومي زي ناصر ماهر ومحمد صبحي. يعني هو محتاج الاثنين، والزمالك عرض عليهم الاثنين مقابل ال3 لعيبه ديت، وبيراميدز رفض الموضوع وعرض ان هو ياخد الاثنين لعيبه مقابل مادي، كان تقريبا 50 مليون في اللاعب اللي هم ناصر ماهر وصبحي. راح الزمالك كمان رفض العرض دوت، مع ان الزمالك محتاج فلوس، بس تحس كده ان الزمالك عاند، اللي هو انت مش عايز تفيدني باللعيبه، فانت يا باشا برضو مش هتستفاد باللعيبه بتاعتي. بس انا ممكن اتقبل شويه العند بتاع بيراميدز ده، واقول لك في الاخر ده فرقه بتنافس على افريقيا وفرقه بتنافس على الدوري ومنافس ليك دلوقتي لكن اللي مش قادر اتفهمه بصراحه هو بتروجيت. انا مش فاهم ليه بتروجيت معاند جدا في صفقه حامد حمدان. الزمالك عرض مبلغ مادي كبير، الزمالك دخل من الباب زي ما بيقولوا وتفاوض مع اللعيب وتفاوض مع النادي. وبتروجيت انا مش سامع، يعني متهيألي لحد دلوقتي ان هو بيعمل مشروع، او مثلا بتروجيت بيجيب مثلا صفقات كتير، او بتروجيت حاطط مثلا خطه ان هو يلعب في كونفدراليه. يعني مش شايف اي حاجه تؤدي ان بتروجيت يمسك في حامد حمدان بالطريقه ديت. طيب احنا هنتكلم دلوقتي عن حاجه مهمه جدا. فاضل 5 ايام او 4 ايام والقيد يتقفل، والزمالك اعلن بشبه رسمي وكل الناس اتكلمت الفتره اللي فاتت ان في 3 لعيبه الزمالك هيخلص فيهم في ال5 ايام دول المفروض، وهم باك يمين وينج رايت ومهاجم. وغالبا المهاجم كان هيبقى اجنبي، بس في وفره او في لعيبه كتير جدا اجانب دلوقتي في الزمالك، فالزمالك مش عارف ان هو يجيب لعيبه اجانب تاني، لان الزمالك دلوقتي احنا بنتكلم عنده صلاح مصدق وعنده بنتايك وعنده شيكو بنزا وعنده عبد الحميد معالي وعنده سيف الجزيري، ادي كده 5 لعيبه، ويا دوبك اتصرف في الجفالي بالعافيه، ومش عارف ان هو يطلع الجزيري ولا يطلع صلاح مصدق. وانا شخصيا ضد ان صلاح مصدق يطلع من الزمالك. انا شخصيا ضد جدا ان صلاح مصدق الزمالك يطلعه اعاره او ان هو يبيعه. هتقول لي عندك على حسام عبد المجيد والونش ومحمد اسماعيل من زد، هقول لك صلاح مصدق ممكن يلعب اساسي على الناس دي كلها مع حسام عبد المجيد. طيب الجزيري انا كنت بتمنى ان علاقه الزمالك والجزيري تنتهي بشكل محترم جدا السنه دي بفسخ عقد بطريقه محترمه، ونكرمه ونشكره، لان الجزيري مستواه الفتره اللي فاتت الموسمين اللي فاتوا كان متذبذب جدا، وحاسس ان هو مش هيفيد الزمالك الفتره اللي جايه، وحاسس ان هو واخد مكان على الفاضي كمكان اجنبي.
فالزمالك فكر في الفكره البديله اللي هي بلان بي على طول، اللي كل الفرق المصريه دلوقتي بتلجأ لها، وهو انه يجيب لعيب فلسطيني يتسجل كمصري. ومين اللعيب دوت؟ بنسبه كبيره هيبقى عدي الدباغ. عدي الدباغ لعيب حلو جدا، مهاجم قوي جدا. عدي الدباغ ممكن لو جه يبقى المهاجم الاساسي للزمالك الموسم الجاي. هتقول لي في ناصر منسي وفي احمد شريف وفي عمرو ناصر وفي سيف الجزيري، 4 مهاجمين. هقول لك ممكن عدي الدباغ يلعب اساسي عليهم من كتر ما هو لعيب كويس. احمد ربيع لعيب كويس، وارجع اقولها تاني، احمد ربيع من احسن الصفقات اللي الزمالك خلص فيها. عدي الدباغ لو جه هيبقى من احسن المهاجمين في الدوري المصري. طيب مين وينج رايت؟ وينج رايت لحد دلوقتي مفيش اي اسماء خالص مطروحه، مفيش اي اسماء حاليا مطروحه خالص الزمالك ممكن يخلص فيها. لكن الزمالك بيحاول ان هو يجيب اي صفقه في المركز دوت. باك رايت طبعا خلاص الموضوع معلن، مش هجيب حاجه من عندي يعني، هو احمد عيد. بس المصري ماسكه بحيث ان المصري بيلعب كونفدراليه، والمصري بينافس على الكونفدراليه، وان هو يلعب في الموسم الجاي في الكونفدراليه. فالمصري برضو معاند شويه، وبرضه ممكن اتفهمه زي المصري، زي بيراميدز سوري. البتروجيت اللي ملوش اي تفسير عندي الصراحه، بس كل اداره حره في اللي هي بتاخده القرارات اللي هي بتاخدها. طيب نخش بقى في قصه تانية. تسالني بقى سؤال حلو قوي قوي، اكيد دلوقتي كل جمهور الزمالك بيساله. الزمالك جاب 8 لعيبه ومشى لعيبه كتير قوي الموسم ده. يعني الزمالك مشى، لو بدانا من ورا كده، اللعيبه اللي مش هتبقى معانا السنه دي هنتكلم عن عندك حمزه المسلوسي، محمد عبد الشافي، احمد محمود الباك رايت، عندك مصطفى شلبي، عندك احمد سيد زيزو، عندك حسام اشرف. هنتكلم في حوالي 12 13 لاعب مشوا من الزمالك، واعتزال شيكابالا الاسطوره، واعتزال طبعا عبد الشافي الاسطوره. طيب والزمالك جاب 8 لعيبه قابلين للزياده، ممكن يبقوا 10 او 11 لاعب. هتقول لي طب اللي الزمالك عمله ده ايه، حلو ولا وحش؟ هقول لك اللي الزمالك بيعمله ده حاليا في الموسم دوت حصل قدامي مرتين بالظبط. انا شفته مرتين مع الزمالك بالظبط، في مره نجحت وفي مره فشلت. من الاخر اللي هو اللي هو باختصار الزمالك بيغير جلده مره واحده، يمشي فرقه ويجيب فرقه تانية كلها لعيبه كويسه بس مش سوبر. لعيبه كويسه شفناها في الدوري وكان ليها بصمه في الدوري، بس مش لعيبه سوبر، مش الصفقات الضجه قويه، مش عبد الله السعيد، مش زيزو، مش تريزيجيه، مش بن شرقي، مش كلها لعيبه عاديه خالص، مستواها كويس، بس كلهم جم في وقت واحد مكان لعيبه كلها مشيت كانت اعمده الفرقه. حصل امتى الموضوع دوت ونجح؟ حصل في 2015 لما الزمالك استغنى عن تقريبا فرقه كامله زي عبد الواحد السيد ومحمود فتح الله واحمد علي في الهجوم وعبد الله سيسي واحمد عيد عبد الملك ومؤمن زكريا راح الاهلي، وكان عندك نص ملعب وابراهيم صلاح لعب موسم ومشي. الزمالك مشى فرقه كامله. ومين بقى اللي جه الموسم دوت؟ هتلاقيها كلها لعيبه قبل ما تيجي الزمالك كانت لعيبه كويسه، ما فيهمش واحد سوبر. مين هم؟ محمود الونش من الجيش، علي جبر غالبا من الاتحاد، جبت 3 لعيبه او 4 لعيبه من الشرطه، خالد قمر ومعروف يوسف واحمد ديودار، وجبت باسم مرسي من الانتاج الحربي. جبت لعيبه كتير قوي كويسه، بس ما فيش ولا واحد منهم سوبر. يمكن اقواهم كان ايمن حفني، اقواهم واحسنهم واللي كان ليه اسم في الدوري شويه كان ايمن حفني. وجبت ساعتها مصطفى فتحي من الدرجه الثانيه باين. جبت اللعيبه كلها مستواها كويس مره واحده، وفجاه عملوا احسن موسمين او احسن 3 مواسم مع الزمالك. وجبت معاهم مدرب جديد طبعا كان الاسطوره فيريرا، وعملت مواسم بيه كويسه جدا، وجبت لعيبه كويسه جدا، والزمالك عمل بيهم اداء حلو قوي. طيب التجربه دي برضو بنفس اللي انا قلته ده بالظبط حصلت مره تانية، بس فشلت فشل ذريع. على ما اتذكر كانت سنه 2019 لما مشيت برضو فرقه كامله، ومشيت تقريبا اللي انا قلتهم دول كلهم بقى اللي انت جبتهم في 2015 تقريبا كانوا كلهم مشيوا، وجبت لعيبه كلها جديده. الفتره بتاعت ايهاب جلال الله يرحمه، لما جبت محمد عنتر وعبد الله جمعه، وجبت مؤيد العجان، وجبت نانا بوكو في الهجوم، وجبت كابوريا، وجبت رؤى، جبت كده حوالي برضو 15 لاعب. محمد عنتر على ما اظن جبت حوالي بتاع 12 او 13 لاعب مكان 12 او 13 لاعب. بس للاسف التجربه المره دي كانت سيئه جدا، مستوى اللعيبه كان سيء جدا،
الزمالك كان في اصعب مواسمه لما تخرج من فرقه اسمها ولايه ديتشا، وخلصت تقريبا الدوري مركز رابع او خامس حاجه زي كده، والتجربه دي ما نفعتش، واللعبه دي كلها موسم ومشيت. طيب هتقول لي يا خالد انت حيرتنا، يعني انت بتقول لي دلوقتي ان الزمالك عمل نفس الموضوع دوت مرتين، مره نجح ومره فشل، طب المره دي ايه اللي هيحصل، وده صح ولا غلط اساسا اللي بيحصل دوت؟ اقول لك يا باشا اللي هيجاوبك على السؤال دوت من الاخر اللعيبه اللي انت جبتهم باللعيبه القديمه. في 3 حاجات لو عملوها الزمالك هيكسر الدنيا، وفي 3 حاجات هم نفس ال3 حاجات لو في حاجه واحده بس نقصت منها الزمالك هيقع. النقطه الاولى ان انت لما تاخد فرصه تمسك فيها بايدك واسنانك، وكل لاعب في مركزه لاعب او 2، فانت لما تجيلك الفرصه طلع كل اللي جواك وامسك في الفرصه على قد ما تقدر، ده رقم 1. طيب رقم 2، اللعيبه تاخد ثقه، والجمهور هيدعمك وهيديك ثقه قويه جدا، والسوشيال ميديا هتبدا ان هي تثق فيك وهيقولوا عليك كلام كويس. رقم 3 مرتبط على طول باللي انا قلته دوت، انك ما تفتكرش انك عملت انجاز وجبت للزمالك كاس العالم، وجبت للزمالك اللي محدش جابه لو مهاجم جاب 4 ولا 5 اجوان بدايه الدوري، ولا لعيب مدافع شال كورتين مهمين، ولا لعيب خط نص خد رجل المباراه، وتبدا ان انت تركيزك يقل، وتبدا ان انت تصريحاتك تزيد، وتبدا ان انت تتدلع ومستواك يقل. طيب ال3 حاجات دول لو حصلوا مع اداره مستقره ومدير فني كويس، الزمالك هيكتسح الموسم، لان التجربه دي انا شفتها بعيني في 2015 ونجحت نجاح كاسح. فلو نجحت السنه دي برضو واللعيبه اللي جت دي قدمت مستوى كويس، خدت ثقه في نفسها، فضلت مركزه مع مدرب كويس واداره مستقره، الزمالك هيكسر الدنيا. طيب في سؤال مهم جدا برضو ممكن يتسال، هو انت خالد راضي على شكل الصفقات وراضي على المراكز اللي تم التدعيم فيها والدنيا كده معاك تمام؟ اقول لك بصراحه انا كان في مركز نفسي ان الزمالك يدعمه بلعيب اجنبي، والكلام ده برضو قلته في فيديو قبل كده، وهو لعيب رقم 8 في الزمالك. الناس كلها بتتكلم على الوينج وعلى الهجوم وعلى الدفاع والباك رايت، كل المراكز الناس اتكلمت عليها ما عدا مركز 8. لعيب ده كان لازم يجي فيه لعيب سوبر، لعيب قوي. ممكن احمد ربيع يبقى كويس ويلعب في المركز ده كويس، ممكن عندك محمد حمدان لو جه ممكن يلعب في المركز دوت، عندك عبد الله سعيد اوريدي بيعرف يلعبها، في اختيارات كتير. بس انا كان نفسي في عينه كده، ونفسي في كاركتر كده يجي الزمالك زي فرجاني ساسي، زي ما في الاهلي مثلا في بن رمضان، زي ما في بيراميدز في الكارتي. لعيب سوبر يجي في المركز ده هيفرق جدا في الزمالك. لو خيرتني ما بين مهاجم سوبر اجنبي ولا لعيب 8 سوبر اجنبي، هقول لك لعيب 8 سوبر اجنبي. طيب سؤال مهم جدا برضه ممكن يتسال، وهو عن اللعيبه الاجانب. من الاخر هقول لك اللعيبه الاجانب دي زي البطيخه، ادام مش لعيب سوبر وما نعرفش عنه حاجه، لعيب عادي شفنا له فيديوهات وقرينا السي في بتاعه وارقامه، اقول لك من الاخر يا باشا ده زي البطيخه بالبلدي كده، يا اما هيصيب يبقى زي فرجاني ساسي وزي وسام ابو علي وزي بن شرقي وزي بن تايك وزي صلاح مصدق هيبقى فيه كده، يا اما هيبقى قرعه. والقرعه يعني احنا اتهرينا منها في الدوري المصري، سواء بقى موديست، سواء بقى مشلاك، سواء بقى مش عارف مين. الحته بتاعت اللعيبه الاجانب دي بصراحه ما تقدرش تحكم عليها دلوقتي خالص. فهتسالني بالتحديد عن تشيكو بنزا وعبد الحميد معالي وادم كايد، اقول لك ال3 انا مش ما اقدرش احكم عليهم خالص. ال3 دول هنستنى عليهم على الاقل 6-7 جولات في الدوري، هيبدا يبان مين اللعيب اللي كويس اللي هيفيد الزمالك ومين اللعيب اللي مش كويس. بس عامه الزمالك مع التجربه الفلسطينيه برضو ما توفقش قوي في تجربتين، خلي بالك، مع عمر فرج وياسر حمد، 2 لعيبه فلسطينيين وللاسف تجربتهم ما نجحتش الى حد ما. النهارده لسه الزمالك كان بيلعب مع بروكسي وخسر 3-1، وقبل كده خسر من وادي دجله، ولعب الشمس وكسب 5-4 واستغربت جدا انه داخل فيه 4 اجوان، ولعب غزل المحله وكسب 2-1 بالعافيه. الماتشات الوديه بتاعت الزمالك مش عجباني خالص، والنتائج بتاعتها مش بتدل ان الدنيا ماشيه احسن حاجه، وش هو دوت اللي هيقول ان الزمالك هيبدا الموسم حلو ولا وحش. بس انا مستغرب وعلامه استفهام عن الماتشات الوديه. طيب عشان ما اطولش عليكم ما نسبقش الاحداث، احنا قدامنا لسه حوالي 5 أو 6 ايام قبل بدايه الدوري بيوم واحد ان شاء الله هسجل فيديو هنتكلم عن بدايه الدوري، وهنتكلم عن لو في حاجه جديده حصلت الاسبوع دوت. اتمنى ان شاء الله التوفيق لنادي الزمالك والتوفيق لكل الفرق المصريه الموسم الجديد يبقى موسم حلو باذن الله. اتمنى تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم، لو عجبتكم فعلا ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي في الكومنتات اي حاجه نفسكم فيها،
وان شاء الله يا رب ربنا يحفظ الجميع ويشفي الجميع يا رب، وما تنسوناش من الدعوات، واشوفكم على خير ان شاء الله.